السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ايه رأيكم بقى في كيكة التايجر الجميلة اللي ما يختلفش عليها اتنين دي؟ يلا كده مع بعض نشوف عملناها ازاي بكل سهولة. بطريقة كده قمر في 5 دقايق بس في الخلاط. يلا كده نشوف عملنا ايه مع بعض ونشوف المكونات. معانا يا بنات كده طبعا 2.5 كوباية من الدقيق نخلينهم كويس. ومعانا كوباية وربع او يعني على حسب الذوق، يعني لو انت بتحبي الحاجة مسكرة ممكن تحط 1.5 كوباية. انا حاطة 1.25 كوباية على 2.5 كوباية دقيق. تمام. ومعايا برضو بنفس المج كده زيت، نفس المج ده مج زيت، وثلاث بيضات، وطبعا ورقتين فانيليا، وكيس او معلقه بيكنج باودر كده كبيره او كيس يعني. تمام. ومعايا طبعا معلقتين كاكاو خام. ومعانا كمان كوبايه لبن. هي ما يعني نسيت احطها مع المكونات، بس طبعا معانا كوبايه لبن. تمام. كل المكونات دي كده يا بنات. طبعا هننزل بالمكونات السائله كده في الخلاط، بس الاول زي ما قلت لكم نكون نخلين الدقيق كويس. نكون نخلين الدقيق كويس كده، بنحط عليه ذرة من الملح، ذرة بس كده بين صوابعنا كده. وبنحط البيكنج باودر برضو على الدقيق ونقلبه ونسيبه. طبعا بقى بنجيب المكونات السائلة نضربها في الخلاط بكل سهولة كده. الثلاث بيضات معانا، وكوباية اللبن، وكوباية الزيت. وطبعا بنحط الورقتين الفانيليا، طالما معانا بيض يبقى معانا ايه فانيليا. ومعلقتين خل. الخل طبعا محسن وجميل، وبيخلي الكيكه كده، اي كيكه بيخليها كده هشه وجميله. المعجنات يعني عموما يعني. تمام. بنضرب كل المكونات دي في الخلاط، بس الزيت بنخليه الاخر، بنضربه بقى بننزل بيه كده واحده واحده كده في الخلاط، عشان طبعا احنا عارفين ان الزيت بيتقل الخليط وكده. وطبعا ضربنا كل المكونات دي ونزلنا بها كده على الدقيق. قلبهم يعني نضربهم كده مع بعض كده ضرب جامد كده لحد ما يبقاش فيه دقيق خالص او اي تكتلات خالص. طبعا بعد ما اتاكدنا يا بنات ان الخليط خلاص ما عادش فيه اي تكتلات كده، نبدا بقى نضيف المعلقتين الكاكاو. بعد ما قسمنا طبعا الخليط ده قسمناه 2، يعني قسمناه على 2 كده، عشان هنسيب جزء ابيض، والجزء التاني نحاول نقسمه بالنص بالظبط. والجزء التاني بنحط عليه معلقتين الكاكاو ونقلبه كويس. ولو لقيتي خليط اللي هو عليه المعلقتين الكاكاو ده تقل كده شويه، ممكن تزوديه معلقتين لبن كده. تمام. وطبعا معانا صينيه بقى كده مدهونه سمنه، وتبطنيها بقى طالما فيه الكيكه بالشوكولاته، يبقى بكاكاو او مثلا او بدقيق عادي يعني. وتبداي بقى تحطي بص معلقه من الشوكولاته على معلقه من الابيض. تبداي بقى تعملي كده لحد ما نخلص كل الكميه دي، معلقه من ده كده على معلقه من ده. ولو في مثلا عندك كوبايه او حاجه لها بوز كده يعني تعرفي تصبي بيها كده، يكون افضل يعني تحطي فيها تصبي على طول، بدل ما يعني تحطي معلقه كده ومعلقه، يعني بتغيبي شويه. بس والله العظيم يعني كيك من اجمل الكيكات، يعني كيكه التايجر دي من اجمل الكيكات والله. وطبعا احنا في الشتاء بنحب المعجنات والكيكات والحاجات دي. صلوا على النبي كده، ما صلاش على النبي كده، صلوا على النبي كده واذكر الله كده، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وطبعا قومي كده اعملي حاجه كده تدفي بيتك كده. طبعا المعجنات والكيكات والحاجات دي بتدفي البيت جدا جدا في البرد ده، وكلنا بنبقى ايه يعني عايزه انت بتشربي حاجه بقى سخنه كده وانت قاعده كده، عايزه تاكلي معاها بقى حته كيكه، قراقيش مثلا لو انت عندك بسكوته كده يعني. طبعا المعجنات من الحاجات الجميله في الشتاء. طبعا بعد ما خلصنا كل الخليط بتبداي بقى كده بحرف السكينه كده او خل عندك او اي حاجه، تبداي كده تعملي كده ايه يعني خطوط كده اعملي شكل كده على الصينيه من فوق كده لو حابه، يعني مش حابه سيبها زي ما هي. طبعا مولعين الفرن على درجه حراره 180. قعدت في الفرن بالظبط حوالي نص ساعه. شايفين بالشكل الجميل ده. طبعا لو انت عندك الفرن بيشتغل من تحت بس، ولعيه من تحت يعني ما بيشتغلش الشوايه والفرن مع بعض، ممكن تولعيه من تحت الاول على ما تحس ان الكيكه كده استوت، تولعي تاخد وش بقى. هي خدت بالظبط نص ساعه حاجه كده، والله العظيم قمر وتحفه وهشه وجميله. جربوها هتعجبكم جدا جدا، وشكلها جميل وطعمها اجمل يعني. وريحه المعجنات دي في البيت بتعمل يعني دفء كده في البيت كده في الشتاء، وبتعمل كده يعني روايح جميله كده. متنسونيش بقى بلايك وسبسكرايب، بحبكم جدا في الله. مع السلامه.